واحد من أسوأ الأخبار على أي صانع محتوى. النهاردة جوجل أعلنت إن هي هتحول الأرباح لصانعي المحتوى بعد كده داخل مصر بالعملة المحلية اللي هي الجنيه المصري، مش بالدولار. النهاردة تفاجئ كل الناس اللي عندهم حسابات ادسنس، سواء بقى اللي هم شغالين على قنوات يوتيوب أو عندهم مدونات ومواقع ورابطينها بجوجل ادسنس، إن جوجل بيقول لهم إن من أول 1 مايو 2025 هتبتدي تقبض الفلوس اللي انت بتكسبها من الاعلانات اللي بتظهر لك على الفيديوهات او في المدونات بالجنيه المصري مش بالدولار. يعني هتنزل لك دولار، لكن جوجل ادسنس هيحولها للجنيه المصري بسعر الصرف الرسمي ويحولها لك على البنك. فيبقى كده اخر صرفية ليك هتبقى بالعملة الاجنبية او بالدولار، هتبقى يوم 21 ابريل. بداية بقى من 1 مايو لازم تحط حساب بنكي مصري وتربط الايبان بتاعه بجوجل ادسنس، يا اما المدفوعات بتاعتك هتتعلق او انه البنك المحلي طبعا اما يلاقي ان فلوس واصله له بالجنيه مثلا وهو بالدولار سايبه زي ما هو مش هيقبلها. طبعا انا شايفه ان هو خطوه سيئه جدا من جوجل، وشايفه ان هو تطفيش كبير لصانع المحتوى، خاصه ان جوجل الفلوس اللي بتوصل لها بالعمله الاجنبيه، وحتى جوجل مش بتقبل الدفع. يعني انت لو عايز تعمل مثلا اعلان على جوجل ادس مش هيقبل معاك العملة المحلية، بدليل البطاقات المصرية مرفوضة، لكنه لازم حاجة بالدولار أو حاجة عالمية. فانتوا لو فتحتوا الدفع بالجنيه أقول لك القرار مقبول، لكن غير كده القرار سيء جدا. لكن الميزة الوحيدة للقرار ان هم قللوا الحد الأدنى للسحب، بدل 100 دولار من ادسنس شهريا لا ممكن تقبض من أول 25 دولار بس، او ما يعادلها يعني بالعمله المحليه او بالجنيه المصري. لكن بس عشان اوصل لك المعلومه انه القرار ده وصل اغلبيه الدول العربيه، وصل لها اي حد في اي دوله بيقبض بعمله الدوله، الموضوع ملوش علاقه بمصر ولا ليه اي ابعاد تانية. لكن انا شايفه قرار سيء جدا من جوجل، واعتقد ان هم لما يشوفوا انه الناس متضايقه جدا ممكن يفكروا في القرار، او انا اتمنى ذلك، لكنه زي ما قلت لكم قرار سيء جدا جدا منهم وغير موفق تماما. والمؤسسه الذكيه دايما لازم تتابع الناس اللي شغالين فيها ان هم راضيين ولا متضايقين عشان تفضل شغالة دايما وناجحة. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. لو عرفت اي جديد في الموضوع ده هطلع اقول لكم، لكن يعني تبتدي بقى تعمل حساب بالجنيه المصري وتربطه بحساب جوجل ادسنس عشان الفترة الجاية التغيرات اللي هتحصل وقلتها لكم. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.